ما بيحبكيش. مم. هنعرف ازاي ما بيحبناش. او نفس الكلام البنت، يعني ترجم بقى لو انت راجل على نفس الكلام. المكالمات بدأت تقل، الواتساب بدأ ابص عليه كده الاقيكي بعت نوتيفيكيشن. تمام، واكمل اكل او بكمل اللي انا بعمله. بدأت اتحجج، معلش اصل انا مع اهلي، اصل انا مضغوطة في الشغل، اصلي معلش اصل انا نمت. النوم ما بيبقاش طول الوقت، الاهل ما بيبقوش طول الوقت، الشغل ما بيبقاش طول الوقت. هنلتمس له العذر لو يومين تلاتة، يعني فتحي مخك معايا، ما تقفليش. ها يعني ما تقوليش ده بقاله بس يومين، لا انا بكلمك في مدة. الحاجة التانية انه عايزة اشوفك، وحشتني، او تعالى ننزل. معلش مش فاضي، عندي ظروف. الظروف برضو ما بتبقاش طول اليوم. رقم 3 بينسى. رقم 3 بينسى. بتقولي له حاجة امبارح يقولك انتي ما قلتيش، مش فاكر حاجة زي كده. وعلى مداره بقى، ما هو مش مركز معاكي، مش مركز في تفاصيل اللي انتي بتحكيها، او هي مش مركزة، هي مسحولة بقى في حاجة تانية. فده برضو مش حب. رقم 4، انا محتاجة اتكلم معاك، معلش اديني شوية وهكلمك، وننام بقى عليها 5-6 ساعات. او انا محتاجة اتكلم معاكي في موضوع مثلا. حاضر يا حبيبي، خلاص بس اللي في ايدي واكلمك على طول، وانت فعلا عايزها في موضوع مهم. نام بقى 5-6 ساعات كده، على ما انت بقى مشاعرك تكون اتولعت بقى، وطاقة الغضب خلصت، واللي انت كنت عايز تعبر عنه خلاص بتكلمك. بعد ايه؟ خلاص يعني بعد ايه؟ فدي حاجات بتبقى واضحة قوي انه ما بيحبكيش، مش مركز معاكي. لان الحب انا ببقى مركز، وبتبقي وحشاني، وببقى عايزة اشوفك، وبستنى بس انك تبعتي حاجات كتيرة كده. ونفس الكلام البنت. فدي حاجات كده بالويم بنقفشها. فياريت نبقى بنقرا الحاجات لانها بتبقى واضحة، وانا اللي ببقى عاملة نفسي عامية. اوكي، وده بيتعبني، لانه بعد كده لما بيجي يقول انا مش عايزه اكمل بتصدم اكنها جديده عليا. لا، ما تبقاش جديده عليكي، لانك بتبقي عندك خبره. بس ايه اللي هو ايه، انا بعمل confirmation bias، اللي هو بعلم النفس، يعني مرايه الحب عاميه. يعني انا مش عايزه اشوف الحقيقه رغم ان انا ببقى عارفاها، فنصحصح كده.